مضايقكم انتوا موضوع الديبوزيت اللي باخده في البراند عندي ليه؟ مش عارفه. واحده واحده وهفهمكم، مع اني انا مش مطالبه، بس يعني علشان انتوا حبايبي. والله ما بارك انا عندي كلاينتس انا عمري في حياتي ما هلاقي زيهم، فعشان كده انا بوضح للناس. باخد ديبوزيت ليه؟ ديبوزيت يعني عربون. باخده ليه؟ علشان انا المندوب بياخد الفلوس من عندي، بيحصل الفلوس مني انا، مش بياخده منك انتي. الماتيريالز من عندي، واكيد التصنيع وكل حاجه انا بدفع فلوسها. جديه الحجز بتبان من الديبوزيت. حضرتك طلبتي اوردر ب3-4 آلاف مثلا، جيت شحنتهولك، انت كده ما دفعتيش ولا جنيه، جيت شحنتهولك خدتيه. ما هو كمان اصلا ممنوع المندوب يرجع بالاوردر، فيقول لك يا فندم خلي الاوردر عندك واعملي ارفعي اوردر على السيستم بتاع الشركه وهم يبعتوا لك مندوب جديد. يعني هو ممنوع اصلا، لان دي بتبقى عقد عليه، ممنوع ان يرجع بيه تاني. فانا كده اديتك مبلغ وقدره من غير اي ضمانات. انا حد انت تعرفيني، لو دخلتي على الاكونت عندي عارفاني، لو دخلتي على البراند عارفاني، لو دخلتي يعني اعتقد ان انا حد معروف بالنسبه للناس اللي عارفاني، مش حد معروف يعني مشهور. سهل ان انت توصلي لي، سهل ان انت تاخدي فلوسك مني لو ما عجبكيش حاجه. وبالمناسبه في حاجه مهمه قوي، انا لما في كلاينت مش بيعجبها مثلا مقاس، او مش تبقى هو ده اللي كانت عايزاه، او كان في تفصيله مش موجوده او ايا كان، اقسم بالله انا في اغلب الحالات 90% من الحالات انا بسيب لها الاوردر. والكلام ده انا قلته قبل كده واللي اتعامل معايا عارف. فانا بسيب الاوردر وببعت لها اوردر تاني شحنه على حسابي انا. مدلعكوا اخر دلع، ما تقولوش بس يعني انا مدلعكوا. مفيش بيني وبين اي حد منافسه بفضل الله. مش محتاجه ان انا اقول لكم سعر خاص. لما حد بيسالني بقول لكم سعر في الكومنتس، مش بقول لحد سعر خاص. ما عمري في حياتي ما نزلت سعر او عليت سعر بناء على حد. انا بشوف التكلفه عندي انا دفعت فيها قد ايه، بقدر الشغل بتاعي قد ايه، بقدر لو في عماله، لو في ماتيريالز، ده تقديري انا الشخصي، ماليش علاقه بسعر اي حد. عشان لو جيتي قلتي لي طب ما اصل انا كنت اشتريته من عند براند الفلاني وكان ارخص من كده، طب والله انا اتمنى انا اشتريته من عند البراند العلاني وطلع اغلى، يبقى انتوا خامتكم مختلفه، حضرتك ممكن تاخدي الخامه وتشوفيها. انا لان انا حصل معايا كذا موقف كده. اول البراند اول ما بدات ان في حد خد مني حاجه، يعني حاجه في البراند، قالت لي حد عندها براند، انا ما كنتش عارفه ان هي عندها براند. خدت مني الحاجه وبعد كده لقيتها كلمتني قالت لي طب هو انا ممكن ابدله؟ وبعد لما جيت استلمت منها الحاجه قالت لي لا هو انا ممكن ارجعه. وطبعا كل الكلام ده انا فاهمه انها كانت عايزه اشوف بس الخامه زي بتاعتها ولا لا، وانا قسما بالله ما اعرف حتى خامتها عامله ازاي. المهم يعني انا ماليش حد، انا مش بنافس حد، ماليش حد خالص، ان ماليش علاقه اصلا بحد. طلبتي اوردر ما طلبتيش اوردر ودخلتي تسالي بس، فانت كلاينت مميزه عندي. خدتي قطعه خدتي 20 فانت كلاينت مميزه عندي. ريحتيني تعبتيني فانت برضو كلاينت مميزه عندي. فما تتضايقوش، موضوع الديبوزيت ده ضمان حق ليس الا. واعتقد ان التجاره ما فيهاش الحاجات بتاعت المشاعر الفياضه دي، لا انا بديكي منتج باخد قدامه مقابل، وده ما يزعلش.